خير. صباح الخير. ازيك يا عم، عامل ايه؟ الحمد كل سنه لله. وحضرتك طيب. انت طيبه يا ابني. انا دكتوره حبيبه اهلا وزميلي دكتور اياد. اهلا. جايين ندردش مع حضرتك شويه. اهلا، اتشرفت بيك يا متاكدين ابني. ان كل حد هنا في الكليه من موظفين وعمال هم حجر الاساس، وكلهم جواهم قصه، فعايزين نعرفها للطلبه زمايلنا في برنامج اسمه جواك حكايه. جواك. لا، موافق نسجل العنوان مع لذيذ. حضرتك؟ موافق ان شاء الله، والعنوان تمام. جميل يعني. جواك. عجب حضرتك العنوان؟ اكيد كلنا جوانا، كلنا جوانا حكايات، مش حكايه واحده. من اي امه ومن اي وطن، كل واحد فينا جواه حكايه. حكايه الغربه اذا كنت مش من الوطن، من البلد دي. حكايه العلم اللي هو اساس الحياه، اللي هو بدونه الانسان كائن ذات اربع، كائن ميت يتساوى بالكائنات الليليه، الهرة والكلب وغيره وغيره، حاجات كتير قوي. ما شاء الله يا عم. طب ممكن حضرتك تعرفنا من نفسك الاول قبل انا ما اسمي نبدا؟ سامي عبد المجيد، اساسا تاجر. كان عندي مصنع واحترق في 2016. واعتزلت الحياة زي ما بيقولوا كده سنة. اعتزلت الحياة، خرجت براها خالص، اطلقت لحيتي. الى ان التقيت بانسان عزيز عليا، جابني هنا اشتغلت عامل نظافة عشان ما افكرش. قرأت موسوعات من الكتب في كل المجالات ولكل الكتاب في العالم العربي والغربي، وبالذات في عالمنا العربي. يعني بدأنا مثلا من ميخائيل نعيم وجبران خليل جبران من الشام، من عصر النهضة. وفي مصر طبعا توفيق الحكيم، طه حسين، العقاد، المزني، المنفلوطي، غيره وغيره. ثم دخلنا بقى في دور الفلسفة والعقل، علم العقول. هو حضرتك بقالك شغال قد ايه في أنا بقى لي الكليه؟ 8 سنين هنا من من 2017. 2017. وقبليها كنت بتشتغل ايه؟ كان بدأت مصنعي. بدأت تشتغل من امتى؟ الشغلانة دي اللي هي لا اللي بتاعت المصنع. تجارتي، لا تجارتي اتولدت فيها، أنا وارثها، مهنة وراثة. اه. حاجة وارثها عن والدي، معينة. مصنع لبان طبيعي واحترق. ما جربتش ترجع تاني؟ أصبحت من المستحيل، مش بقت مستحيلة، أصبحت مستحيل لأسباب. ما كان بدينار أصبح ب100 دينار، والمستهلك المصري بالذات عموما أصبح يزداد فقرا. طب حضرتك ازاي اما جيت بقى تشتغل عندنا، يعني موجود هنا معانا في الكلية، كان ايه بقى انك انتقلت من حاجة لحاجة انتقلت اقصى من حاجة؟ ده لأن كريمة المجتمع هو الحكيم، الطبيب. كريمة أي مجتمع هو الطبيب، هو ده أهم عنصر في أي مجتمع، الصحة. ثم الخوجة اللي هو مدرس الإلزامي الابتدائي اللي بيدرس الحضانة والروضة، هو ده أهم عنصر في المجتمع برضه. لأن الصحة والعلم يبنوا أي أمة من الحضيض، من أسفل الأسفلين ترفعها للقمة. طب انت يا عم موقف حسيت بفخر في شغلك او حاسس؟ أشعرت بالقهر لما حينما يشب الإنسان في العمر ويكبر، ثم يجد نفسه أنه بينحدر لأسفل. ده ليس فقرا، ده قهرا. وقهر الكلمة في الأمم المقهورة يساوي كثيرا. والعلم المقهور كفر وجهل. العالم المقهور جاهل ليس بإرادته، هو عالم، وعالم فاز. طب ايه اللي قمة. مخلي حضرتك يعني ما شاء الله حضرتك مثقف؟ ايه السن والعمر ومستوى الحلم في حلمك ايه يا الشباب. عم ده؟ حلمي الآن أن ألاقي ربي بعزة نفس وبإباء، وأن يتذكرني للناس بعمل المعروف. عندي 3 أبناء، ولدان وبنت. توفى لي ولد العام الماضي، كان 29 سنة قدره. ولكن ما يقوي الإنسان هو الصدمة، وما يوصلك للنجاح هو اليأس. ولكن اليأس مع النجاح مطلوب حاجتين: إذا يأست من شيء خذ التجربة مرة وعشرات المرات. وقال لي أستاذ وأنا في ثانوي، كان أستاذ أول مدرس رياضيات، وأنا أكره جدا وأبغض لغة الأرقام، لا أحب لغة الأرقام في حياتي. كان مدرس أول رياضيات بيدي ميكانيكا والحاجات بتاعتنا دي. كان والدي توفى في الثمانينات، فقال لي اجري ورا اليأس، اجري ورا اليأس، ستهزمه، هتدوسه، هتهزمه، ولكن إذا تركته أنت يجري وراءك سيكسرك ولن تصل لهدفك. الطبيب أو الحكيم هو أمل أي أمة،
هو من يعلو بها وهو من يدنو بها، لان الصحه اساس الحياه. طب في موقف يا عمو فاكره من طلبة معينة او يعني student activity معين او طلبة معينة او موقف معين فاكره؟ حزني على هجره الاطباء من مصر خلال 10 سنين. اعتقد ان خرج لا يقل عن 10 15 الف ماجستير من كليه طب عين شمس. كارثه. ماجستير ذهبوا على طبق من ذهب زي ما بيقولوها للغرب. لما 10 15 الف دكتور ماجستير يخرج من جامعه واحده. حضرتك بتبقى عارفهم عشان قابلتهم وقابلت ناس منهم وطلعت شهادات لناس منهم. فاكر بقى موقف مثلا معين وقفت فاكر تتكلم؟ دكتور كان من الشرقيه، كان جراحه عامه، اتذكر ان اسمه بسام او باسم. جه بيطلع درجات الماجستير بتاعته كان 2017 على ما اتذكر. فكان السيستم مش مظبوط وكان اتاخروه شويه. المهم طلعتها له، فبتصل بيه بقول له انا طلعت لك الشهادات يا دكتور. قال لي صورها لي على الواتس وابعتها لي. بتصل بيه تاني يوم لقيت تليفونه مغلق. تالت يوم محدش رد. اتصلت بصديق لي في كليه طب القصر العيني، قال لي معلش ده سافر المانيا بقاله 24 ساعه جراحه عامه. قال لي جمله يا دكتوره افجعتني. قال لي انا خريج ماجستير 2017 انا بتسول في جراحه عامه في الارياف في مصر. لما دكتور شقي كام سنه في عمره وعانى قد ايه معاناه ودرس قد ايه، وفي الاخر حصل على الماجستير يقول لي انا بتسول. انا اقول ايه يا مستوى تعليم متوسط او لا تعليم او السواد الاعظم من الناس نقول ايه؟ يعني ده اصلا كريمه المجتمع، ده اللي بيداوي اي الم. ودايما الطبيب، الانسان فينا الطبيب بالنسبه له هو اللي بعد ربنا على طول، بيبقى امله في ربنا ثم في الطبيب. الجريمه اللي احنا عايشينها النهارده اهمال العقول. اصبحنا نهتم بالعجول ولنا لازم نفرق في اللفظ. الفرق شاسع بين العجول والعقول. الاهتمام بالعقول اصبح متدني قوي. طب يا عمو حضرتك ماشي، ايه الحاجة اللي بتحس انك ما بتبص عليها بيبقى في امل كده؟ انتوا شباب الامه، شباب الامه المتعلم، شباب الامه ده شباب الامه اللي من فلسطين واللي من سوريا واللي من العراق واللي من مصر واللي من اليمن. شباب الامه، الشباب الامه العربيه. طب ومصر ملهاش؟ ما طبعا مصر امهم. مصر هي الركيزه. مصر احنا نهضت زمايلنا مصر. الوافدين بنحبكم والله. اذا نهضت مصر نهض العالم العربي. اذا انكفأت مصر مات العالم العربي. بس انا صراحة بحب زمايلنا الوافدين، بحس ان هم ليهم اقول بونص على لك الغربة. من شتتنا ومزقنا كذا الاستعمار. طب يا عمو ايه الحاجة اللي ممكن تغيرها في الكلية؟ ما اقدرش اغير شيء لان لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انتوا اللي بايديكم تغيروا. اوعوا تفتكروا ان الشيوخ يقدروا يغيروا. قالها توفيق الحكيم زمان، قالها جبره ابراهيم جبره، آه قالها خليل مطران. اذا اردت ان تغير الزمان فاتي بالبرعم، الشيء الجديد. هو ده اللي يقدر يغير، لان الجديد بياتي بالجديد. لكن انا تعودت على القديم. تعودت ان امسك كتاب امل لو مسكت التليفون اقعد على السوشيال ميديا مثلا ساعه ولا. ما لسه هسألك يا مسامي، ما شاء الله حضرتك مثقف ومتحدث جيد باللغة العربية ما شاء الله زي ما شايفين. ايه السر ده؟ يعني ايه السر ده كان في حياتك؟ القراءه، الكتاب. بدات قراءتي في حياتي. اول ما بدات بتوفيق الحكيم. مسرحيه كان بعنوان السلطان الحائر. لو ربنا اراد اطلعوا على المسرحيه دي هتتعلموا حاجات من فكر توفيق الحكيم اللي احنا اجهرناه. ايه سر بقى الكلب وتعلمه باكي لها بالطعام. كويس ان هو جه. باكي لها بالطعام دايما. يبقى حضرتك اللي بتجيبها ودايما. هي اللي بتجيلي هنا لما بكون جعانه بيبقى عندي اكل بديهولها. دي مشهورة جدا عندنا. هي موجوده هنا. مسمينها ايه بقى؟ هم مش عارف ولا انا سميتها اسم بس عشان ما محدش يعرف. ما حدش يعني. ماشي. ربنا يبارك لك يا الله مسامي. يحفظك يا بنتي. طب توجه ايه على كل زمايلنا اللي بيشوفوا حضرتك وبيحبوك وممكن هم ما يبقوش بيتكلموا معاك بس مجرد ما اقول بيشوفوك؟ لاولادي من طلبه كليه طب عين شمس انتوا المستقبل. بص لهم بقى في الكاميرا وهم شايفين. وبقول لك انتوا المستقبل وانتوا الامل.
احنا عاوزين نهتم في الامه دي في الفتره اللي جايه الحاليه والقادمه بحاجتين: العلم، ثم العلم، ثم العلم، ثم تهذيب العقول. انا ازاي هعلم واحد مختل عقليا سقط عنه القلم؟ يعني بيقول لك حتى المجنون بيقول لك ده سقط عنه القلم، اللي بيكتب على كتافه من الملائكه سقط عنه، ده سقط عنه القلم. اذا القلم هو اول من خلق ربنا، واول من اقسم الله به: نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون، وما انت بنعمه ربك بمجنون. القلم هو اول من خلق الله على وجه الارض، فلا بد ان نقدس القلم حد التقديس، ولكن نحن اهنا القلم واهنا الكلمه، على الرغم من ان الانسان نفسه كلمه وفي النهايه كتاب. اقرا كتابك فبصرك اليوم حديد، وانت اسمك ولاء، ما اعرفش اسمك، بقيت شيء مجهول. انا عايزه لك بس يا عمو، ايه الحاجه اللي ممكن تبسطك دلوقتي؟ انا ان اكون في وسطكم اطول فتره ممكنه من عمري، لاني بتعلم منكم لسه، ما احنا تستغربيش. بنتعلم من حضرتك لا يا لا عمو. لا لا لا، العلم ملوش سن، ملوش وطن، ملوش دين. فاكر حد العلم من الطلبه ضحكك؟ كل دول ولادي واعرفهم ويعرفوني وبيضحكني. في شباب بيكتب شعر، في شباب بيغني، في بييجوا شباب يشاركوا بيعزف، حضرتك؟ بيجي يقعدوا يتناقشوا معايا وبناقشهم، وبناقشهم في علاقات خاصه ومواضيع خاصه لان انا بالنسبه لهم مش حاجه، انا اب. انا في المقام الاول والاخير ليهم، ليكم كلكم انا اب. انا والدك اللي في سوريا، انا والدك اللي في فلسطين، انا والدك اللي في العراق، انا والدك في اي مكان، انا ابوك اللي انت سايبه، لازم أن اكون واقف جنبك. انا والدك في مصر برضه. الانكسار، في فرق بين الانكسار والانهيار. انا ممكن انكسر يجبسوا لي دراعي او ظهري، لكن اذا انهارت انا مت. حضرتك فاكر طلعت ازاي من الانهيار اللي كان حصل بعد الحرق بتاع الحياه، الحياه لابد ان تستمر شئت ام ابيت، وما دمت لم ياتني وقت الموت اذا اراد الله لي ان اكمل. فلا بد ان يكون في عزيمه واصرار مهما يواجهني من متاهات. طب عشان النقطه دي يا عمو، احنا عارفين ان يعني عشان ما يبقاش اللقاء يائس للبعض. لا مفيش يأس. انا عايزك بقى تقول لهم، يعني احنا دايما بنبقى ماشيين في الكليه ساعات بنبقى نفقد الشغف وبنفقد آه، الحماس ونقول ايه اللي جابنا هنا ابدأ بالصعب، اوعى تبدأ بالسهل في اي امتحان في حياتك، وبالذات في مجال العلم. ابدأ دايما بالصعب، ركز على الصعب. الصعب ممكن ياخد منك 70 80% من الجهد، السهل هياخد 10%. فإن بدأت بالسهل ضيعت الصعب والسهل. لما تبدأ في حياتك بامتحان أو بدراسة، ابدأ بالشيء الصعب اللي مفروض عليك. أنت كطبيب مثلا، أمراض نساء، طبيب أيا كان التخصص، ابدأ بالشيء الصعب اللي فيه، لأنك إن بدأت بالصعب بقى كل شيء متكرر جاي سهل. في نهايه اليوم، ايه اللي بيخلي حضرتك بتعمل شغلك باخلاص؟ حتى يعني من بصي، مقابله يعني تقريبا حضرتك ايه، مش هنقول مضطر ليه، بس ان هو ايه، ما كانش فيه اختيارات بصي يا قوي. بنتي، بصي، أي عمل يفرض على الإنسان لابد أن يعمله بضمير. من عمل، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل منكم عملا فليتقن أيا كان نوع هذا العمل. أنا جراح، أنا بروفيسور، أنا عالم، أنا عامل نظافة، اعمل بإن يكون عند اتق الله. لو إن أهل القرى آمنوا واتقوا، الاثنين مرتبطين ببعض. الإيمان ملصوق بالتقوى، لو واحدة فقدت الثانية فقدت أيضا. ما شاء الله عليك يا عمو، يعني ما شاء الله لو بجد. إن أهل القرى آمنوا واتقوا، الاثنين ملتصقين. إيمان بدون تقوى لا يصلح، شيء فاسد. تقوى بدون إيمان لا تصلح، شيء فاسد. فالاثنين، وأهم شيء نحافظ عليه العقل. العقول، العقول اليوم، العلم ليها أساس، ولكن تدمير العقول بيبدأ من الجهل. تدمير أي مجتمع جاهليه سيأتي الشعوذة والدجل والجن والعفاريت والأساطير وخرافات. العلم. وأول كلمة نزلت على سيدنا النبي كمسلم قال له اقرأ، ما قالوش جاهد، ما قالوش كل، ما قالوش بارز، ما قالوش غزو، ما قالوش اعمل صلوات، قال له اقرأ 3 مرات. 3 مرات اتعلم اتعلم اتعلم. ثم جاء في سورة النجم قال: وعلمه شديد القوى لا ينطق عن الهوى. علمت شدة القوة هنا ايه؟ ده العقل.
والامانه. بعض كتب التفاسير بتقول الامانه هو العقل، الامانه اللي رفضت السماء والارض والجبال ان تحملها فابت وحملها الانسان وكان ظلوما جهولا. العقل من التمييز. ان شاء الله. يعني ممكن اسالك سؤال شخصي؟ وحضرتك اتفضلي. خريج ايه؟ انا معايا معهد فني صناعي، دبلومه الماذا صناعيه، دفعه 85، كنتش انت اتولدتي. ما شاء الله بجد يا عمو. بس الكتاب هو اساس حياتي. والقران كمان انا حاسه ان مش بس ثقافه لا، اصل وحضرتك. القران ده ديني، ده ديني. الدم اللي بيسيل حوالينا في امتنا سبب عندنا حاله من الجمود الديني. المسلم ان لزوال الكعبه اهون عند المسلم أيوة من دم طبعاً. الانسان. ما قالش مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا انسان. انسان. وكرمنا بني ادم، بني ادم. ما قالش دينه ايه، ما قالش جنسيته ايه، ما قالش وضعه ايه، ماله ايه. بالمناسبه آه الامانه اللي فينا النهارده اللي احنا فاقدينها، ان احنا فاقدين الثقه في النفس. حقيقي. الشباب طالع مهزوز، خايف من بكره، خايف من دلوقتي. ليه؟ الحروب اللي دايره حوالينا والقهر اللي احنا مزروعين فيه في عالم موبوء. العالم كله اصبح موبوء كأمم او كعالم الثالث زي ما بيقولوا عليه، او العالم اللي قرب يزول من على الخريطه بافعالنا وبايدينا. بالمناسبه زوال الامم، الدوله الامويه لما اتفنت بايدين نفسها. الدوله الامويه في المرحله الثانيه في الاندلس برضو، لما محمد الصغير وقف على اطلال الاندلس بيبكي، قالت له امه ما حافظش على الملك زي الرجال فتبكي كالنساء. في ايه؟ احنا اللي نقدر نصنع مجدنا بالعلم. في امل يعني يا عمو ان شاء الله. طبعا طالما انتم موجودين، ربنا اولا واخيرا، وانتم موجودين في امل وفي مستقبل وفي حلم وفي احلام وفي اماني. الخوف، كل الخوف ان انتوا تنقهروا او تنكسروا. انتوا خلصوا. والعلم الوحيد اللي الشيء اللي ملوش بدايه، اللي له بدايه وملوش نهايه. الانسان نفسه له نهايه. ارباب العلم فنوا بقالهم عشرات القرون. جابر بن حيان، ابن سينا، ابن رشد، دافنشي، غيره غيره غيره، بقالهم قرون وعلمهم قائم. شكرا جدا يا عمو شكرا سامي، لله يا شكرا جدا. حبيبتي، الله معلش عطلنا يحفظك. حضرتك يا لا عمو يا سامي. حبيب بقى، انا سعيد شكرا بلقائكم جدا. والله، لان انتوا الامل، انتوا النور. اقول لك على حاجه يا ولا، انتوا كنوز الامه دي. يا رب. عارفه ليه كنوزها؟ لان الثروات بتتباع وبتشتري، لكن انتوا اللي بتعملوها، احنا اللي بنصنعها، الانسان. شكرا وبالذات جدا. العلم. الله شكرا جدا يحفظك يا لحضرتك حبيب يا عمو. بابا، الله يكرمك. طبعا احنا زي ما قلنا لكم كل مره مع قصه جديده جوا الدمرداش بشكل عام. جواك حكايه، والنهارده كانت حلقتنا عمي سامي. طبعا عمي سامي من الناس اللي انا دايما معجب فيهم، انه بالكليه دايما بشوفه ماسك كتاب، وانا من الناس اللي بحب القراءه، ولكن دايما ما عنديش قدره الالتزام بشكل يومي. بس لكن انا بمشي بمثل كثير منقطع، وده غلط، المفروض قليل ومستمر. ولكن يعني انا دايما بشوف عمي سامي كقدوه من مسكته للكتاب. يعني دايما بحس انه لابد انك تعرف تاريخك وثقافتك القديمه عشان تعرف مستقبلك رايح لفين. فاحنا تشرفنا النهارده بحلقه عمي سامي، واتمنى تعجبكم يعني وعايزين تكتبوا كومنتات لمواقف وحاجات حصلت مع عمي سامي، واحنا ان شاء الله نعرضها لكم، نديها لعمي سامي كده كدو محترم يعني.